10 يوليوز 1971. الليل، الصخيرات، عمر أوقف. ما بقيتش كنكبر وما رجعتش كنصغر، مليوح للريح وسما ما فيها نجوم، ما فيهاش أحلام الطفولة اللي كانت كتزينها في الليل. ما فيها والو، العدم. قبل ما تسمع هاد ستوري بغيتك تكون ريلاكس فشي بلاصة باش ترواها مزيان. حاجة اخرى بغيت هي تعرف باللي في هاد الشانيل كاينه ستوري واحدة اخرى سميتها موت قبل الموت. فالسالي اسمعها الا بغيتي. مشينا. في الجناح باء كنا 23 وكل واحد فينا في سيلول. زوج تقبات اللي كانوا، وحدة ديال المرحاض وحدة ديال التنفس. ما بقاوش عندنا سميات، لا ماضي لا مستقبل. تجردنا من كل شيء، بقى غير الجلد والراس. ماشي كنا النمرة 12 كان أول واحد فينا مشى ليه العقل، حرق المراحل، كيدوي راسو وحتى هو ناعس كيتمتم. كنا رافضين نعيطوا لبعضياتنا بشي حاجة أخرى من غير سمياتنا وكنياتنا، حاجة اللي كانت ممنوعة. نمرة 12 سميتو حميد، ضعيف وطويل والجلدة ديالو باهتة. ولد شي عسكري خلاه يديه في الهند الصينية لاندوشين، ومن بعد الجيش تكلف باش يقري ولادو اللي ولاو كاملين عساكرية. حميد كان بغى يولي طيار مدني، وكان كيحلم شي نهار يخرج من الجيش. كنا عارفين ان حميد ولا في عالم اخر، خلانا ومشى، ما بقاش كيشوفنا. حميد تقريبا كان هو المستقبل ديالنا اللي غنوليوه. يمكن الاطباء دقوه بشبرة هي اللي خلاتو حماق، وحطوا لينا مثال ديال كيفاش غنوليو. بحال هادشي محتمل، حيت في الشهور اللي دوزناهم تعذيب شي وحدين فينا ماتوا، وشي وحدين بحال حميد غير حماقو. صوتو كان كيتعاود في الظلام. مرة كنفهمو كلمة من داكشي اللي كان كيقول: براشا، بؤبؤ الهوى، بش معقول، بوبلين، بربط طفل، بباس، برد، بريد جدا، بوت من بوع، بطش. وكيكون داك النهار نهار ديال حرف الباء.
العساسة كانوا كيخليوه فراحته وكيترجاو يكون داكشي اللي كيدير كيعذبنا، وباش ما نطيحوش ليهم في الفخ كان غربي الرقم 10 كيبدا يقرا القرآن اللي كان حافظه. كلنا قرينا القرآن في المدرسة القرآنية، ولكن هو كان كيوجد راسو باش يكون المفتي ديال التكانة. كان قبل مداوم على الصلاة وكيقرا القرآن قبل ما ينعس، ومدرسة الضباط كانوا مسمينو الأستاذ. فاش كيبدا غربي يقرا القرآن صوت حميد كيبدا يهدى بشوية بشوية حتى كيسكت مرة. كان القرآن كيهدنو، ولا على الأقل كيأجل داك التمتيم ديالو. مع صدق الله العظيم كيرجع تاني، وحتى واحد ما يقدر يهضر معه. كان محتاج يقول داكشي اللي بغاه بالعربية والفرنسي، بحال هي الوسيلة الوحيدة ديالو باش يسافر العالم ديالو ويخلينا ويعرض على الموت ديالو. كان كيعرض على الموت ديالو وجافي على الموت. فاش جاتو الرعدة بقى كيضرب الحيط براسو حتى طلق واحد الغوته، ومن تما ما بقينا سمعنا صوتو. غربي قرا الفاتحة وجودها مزيان، ومن بعد طغى واحد السقيل غريب. سقيل الغربي هو اللي تختار باش يتفاوض مع الأساسة على الدفين ديال حميد. داكشي كان طويل، حيت داكشي خاصو يترفع القائد ديال المعسكر حتى هو يرفعو للعاصمة. كانوا بغاو يلوحوه في حفرة بلا صلاة بلا قرآن. وأول مقاومة لينا هي طلبنا الحميد يتدفن كيما خصو يتدفن. صوت الجنازة ديال حميد مازال كيتعاود في ودنيا. قلت ليهم باللي خاصهم يسرعوا داكشي، حيت في السنة الشمس ما خاصهاش تغرب على الميت اكثر من مرة واحدة، خصوصا ان داك الشهر كان سخون وبالزربة غتخناز الجنازة. دفنا النهار التالي، واخا الظروف كنا فرحانين. شفنا ضوء السما من بعد 47 يوم ديال الظلمات. شي وحدين فينا بداو كيبكيو. غربي هو اللي تكلف بالمراسم ديال الدفن وطلب الماء والكفن باش يغسل الميت ويكفنو. واحد العسكري مشى كيجري وكانت باينه عليه متأثر. جاب داكشي اللي طلب غربي. هذيك كانت فرصة باش كل واحد فينا يحاول يعرف فين حنا بالضبط. مشيت كنقلب على شي حاجة تقدر تخليني نعرف. جناح ديالنا دايرين به حيوط واصلين 4 متر في الطول. حاجة واحدة اللي تأكدت منها هي كنا بعاد على البحر، دايرين بينا جبال رمادية ما فيهاش شجرة واحدة. العدم، الخوا، الحبس كان نصو تحت الأرض، والعساسة حاضيننا من واحد البراكة بعيدة أكثر من 100 متر على البلاصة اللي دفنا فيها حميد. خليت عيني وفمي محلولين شي ساعة باش ناخد داكشي اللي غيكفيني من الضوء، نخبيه عندي لداخل ونجبدو فين ما تظلم عليا. بقيت عريان باش حتى الجلد ديالي يشبع من الضوء
ويخزنو بحال شي حاجة كتشريها غالية بزاف. ولكن واحد من العساسة قال لي لبس حوايجي. في العشية حشمت من ديك الفرحة اللي جابها لي الدفين ديال واحد من صحابي. لهاد الدرجة ما بقاتش فيها الرحمة، وصلت بيا نتسنى شي واحد فينا يموت. الحقيقة مرة. واش نتمنى الموت لشي واحد قريب ليا غير حيت غيخليني نشوف الشمس واخا غير شوية؟ ما كنتش انا بوحدي اللي جاتو هاد الافكار. دريس النمرة سعود تجرأ وقال هادشي. الدفين ولا بالنسبة لينا مناسبة باش نخرجو ونشوفو شوية الضوء. هذاك الامال ديالنا اللي ما كنبينوش لبعضياتنا، الامال حتى واحد فينا ما يقدر يتجرأ ويدوي عليه، ولكن في البال ديال كل واحد فينا. ما بغاش يجي الموت، لاحونا هنا باش نموتو. والعساسة المهمة ديالهم هي يخليونا غير كنتعذبوا اطول وقت ممكن قبل ما نموتو. غير يجي الموت، يجي باش يخلي الحيين يشوفوا النار. حميد هو اللي مشى الاول. احسن حاجة وقعت ليه هي مشى بلا ما يتعذب. بعد ما دوزنا في ديك الحفرة، السؤال اللي كان تيحيرنا هو شكون وصلاتو النوبة، وانا كنت كنقمر شكون غتجي فيه. دريس مريض في ضلوعو وعظامو، وكان خصو يكون في المستشفى العسكري في الرباط، ولكن نساوه وكتب عليه يدير داكشي اللي دارو، يجي معنا للحبس. رجليه لصقو في صدرو، ضلوعو ضعافو، يديه ما بقاش قادر يهزها. العساسة خلاوني نوكلو نعاونو فاش يبغي يقضي الحاجة ديالو. الخبز ما بقاش قادر يمضغو، كنت كنمضغ ليه الخبز ونفزقو ليه بالماء ونعطيه ليه، ولا بحال شي فرخ ما بقاش عنده الريش. بشوية بشوية ما بقاش كيدوي. كان خصني نفهم اش كيقصد بداك الشيء اللي كيخرج من فمو. كنت عارف باللي كان كيطلب الموت، ولكن انا ما كنتش قادر نعطيه ليه. لو كانت عندي شي كينه تريحو نعطيها ليه. في ايام الاخرى ما بقاش كيبغي ياكل، بغى يقول شي حاجه ولكن الموت زرب عليه. بالكشيفه باش قدرت نغسلو، ركابي دخلو في صدرو بسبب الجلسه اللي كان كيجلس، وكل شي تخلط. ما عرفتش منين نبدا، ولا بحال شي كوره غريب صغير. اي حاجه كانت كتدل على انه بشر ما بقاش كتبان. الزوج حساسه فاش غسلتو ورجعوني للسيرول ديالي، ومشاو بلا ما يهضروا معايا. هذا ما كان. نتلاقاو في الحلقه الجايه ونكملوا هاد الستوري. تهلاو.